السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلبة تالتة ثانوي، عاملين ايه؟ هنكمل باقي حل الدرس التاني. هنحل النهاردة من سؤال 16 لسؤال 23. رقم 16 عدد من المقاومات ان قيمة كل منها 40 اوم، يبقى دي قيمة الار. وصلت جميعا اما على التوالي او على التوازي، انا لسه مش عارف. ثم وصلها طرف المجموعة بمصدر كهربي فرق الجهد بتاعه 120 فولت، يبقى دي الفي. فمر في الدائرة تيار شدته 15 امبير، يبقى دي الار. وعاوز عدد المقاومات. عشان اجيب عدد المقاومات هنجيب الاول الار الكليه بتاعه الدايره كلها. هنجيبها منين؟ هنجيبها من فرق الجهد وشده التيار اللي هو مديهالي. يبقى الار التوتال اللي هي بتاعه الدايره كلها هتساوي الفي على الاي، هتساوي 120 على 15، هتساوي 8 اوم. قيمة الار الكلية طلعت 8، يعني اقل من قيمة المقاومة الواحدة. يعني التوصيل هنا على التوازي. ليه؟ علشان الهدف من التوصيل على التوازي الحصول على مقاومة اصغر. تمام كده، تمام. يبقى احنا كده عرفنا ان التوصيل هنا على التوازي، والار متساوية في كل المقاومات. يبقى الار المكافأة هتساوي الار على الان، ومنها الان هتساوي الار اللي هي قيمة المقاومة الواحدة على الار التوتال اللي هي بتاعة الدايرة كلها، هتساوي 40 على 8. تطلع معانا ب5. يبقى عدد المقاومات 5. يبقى الإجابة هتكون رقم ج. رقم 17 دائرة كهربية في أحد المنازل تتكون من مصدر كهربي فرق الجهد بين طرفيه 110 فولت، ومنصهر يتحمل سلك وتيار أقصاه 5 أمبير، وأجزاء أخرى متصلة مع المصدر على التوالي مقاومتها 2 أوم. ما أكبر عدد من المصابيح المتماثلة التي مقاومة كل منها 620 أوم؟ يبقى دي الار بتاعة المصباح الواحد، وهو عاوز الان اللي هي عدد المصابيح. طيب عشان أعرف الان بتاعة المصابيح لازم يبقى عندي الار المكافأة اللي هي بتاعة المصابيح كلها. ودي هنجيبها منين؟ لما نجيب الار بتاعة الدايرة كلها. تعال بس كده نرسم الدايرة مع بعض. ادي انا عندي مصدر كهربي 110 فولت، عندي مقاومة 2 اوم متوصلة مع المصابيح على التوالي. ده الجزء بتاع ايه؟ ده الجزء بتاع المصابيح. تمام كده، وماشي فيه تيار 5 امبير. انا عاوز الار التوتال. الار التوتال اللي هي بتاعة الدايرة كلها هتساوي الفي على الاي، يعني هتساوي 110 على 5، تطلع معانا ب22 اوم. الار بتاعة الجزء اللي هو جزء المصابيح هتساوي الار بتاعة الدايرة كلها ناقص 2 اوم، هتساوي 20 اوم. الار الكلية بتاعة المصابيح طلعت اقل من قيمة المصباح الواحد. معنى كده ان التوصيل هنا على التوازي. يبقى هنجيب الان هتساوي الار بتاعة المصباح الواحد على الار التوتال اللي هي بتاعة المصابيح كلها. جبنا القانون ده منين؟ احنا عارفين ان احنا لما بيكون عندنا مجموعة من المقاومات المتماثلة، الار المكافأة بتساوي الار على الان، الار اللي هي قيمة المقاومة الواحدة على العدد. يبقى الان هتساوي الار على الار الكلية هتساوي 620 على 20، هتطلع معانا ب31. يبقى الإجابة هتكون رقم ج. رقم 18 مجموعة من المقاومات المتساوية عند توصيلها على التوالي كانت المقاومة المكافأة لها 100 أوم، وعند توصيلها على التوازي كانت المقاومة المكافأة 4 أوم. عاوز قيمة المقاومة الواحدة. المقاومات هنا متساوية، يبقى بنحسب المقاومة المكافأة من القانون اللي هو فيه الN. يبقى الR بتاعة التوالي هتساوي الR في الN، يعني هتساوي 100 RM. والتوازي هتبقى الR المكافأة بتاعتها هتساوي الR على الN، يعني هتساوي 4 بتساوي ايه؟ R على N. هنقسم المعادلتين على بعض، يعني 100 على 4 هتساوي الR في الN على الR على الN، والN هتطلع فوق والR هتروح مع الR، يبقى هتساوي N تربيع. يبقى الN الواحدة هتساوي، هناخد الجذر، 4 على 100 ب25. لما اخد الجذر يبقى قيمة الN الواحدة هتساوي 5. هاخد أي علاقة منهم وأعوض فيها. هاخد دي، يبقى 100 بتساوي الR احنا عاوزينها والN ايه ب5. يبقى قيمة الR الواحدة هنقسم على 5 هتساوي
100 على الخمسة هتساوي 20 أوم. يبقى قيمة المقاومة الواحدة 20، يبقى الإجابة هتكون رقم أ. رقم 19 مقاومتان R1 و R2 عند توصيلهما على التوازي كانت المقاومة 6 أوم، وعند توصيلهما على التوالي كانت المقاومة 27 أوم. عاوز قيمة إحدى المقاومتين. في حالة التوالي الار المكافئة بتساوي مجموع المقاومات، يعني 27 هتساوي R1 زائد R2. أما في حالة التوازي الار المكافئة بتساوي حاصل الضرب على حاصل الجمع، يعني الستة هتساوي حاصل ضربهم R1 في R2 على R1 زائد R2. بص كده معايا، R1 زائد R2 بتساوي 27. من العلاقة دي هنشيلها ونعوض عنها ب27، يعني الستة هتساوي R1 R2 على 27 طرفين في وسطين، يبقى R1 R2 الستة في 27 بكام؟ ب162. هجيب واحدة بدلالة التانية، يعني R1 من العلاقة دي هتساوي 27، دي هتخرج بالماينس يعني هتساوي سالب R2. هشيل R1 وهعوض عنها من العلاقة دي، هتبقى 27 ناقص R2 في R2 هتساوي 162، هنضربهم يبقى هتبقى 27 R2 ناقص R2 تربيع هتساوي 162. هنودي ده الناحية التانية، هتبقى R2 تربيع ناقص 27 R2 زائد 162 هتساوي 0. هحللها، لو انت مش هتعرف تحللها احسبها على الآلة الحاسبة، هتبقى R2 ناقص R2 ناقص ايه اللي حصل ضربهم 162 ومجموعهم 27 ال18 وال9، يبقى R2 اما هتساوي 18، وفي الحالة دي R1 هتساوي ايه؟ R1 هتساوي 9، يا اما R2 بتساوي 9، وفي الحالة دي R2 هتساوي 18. تمام كده؟ تمام. يبقى احدى المقاومتين يا اما 9 يا اما 18، يبقى الإجابة هتكون رقم د. رقم 20 مجموعة من المقاومات الكهربائية المتماثلة عددها n وصلت معا مرة على التوالي فكانت المقاومة المكافئة R1، ووصلت مرة أخرى على التوازي وكانت المقاومة المكافئة R2. عاوز عدد المقاومات. المقاومات هنا متماثلة، يعني لما أوصلها على التوالي الR هتساوي الR المكافئة هتساوي الR في الN، يعني الR1 هتساوي RN. طيب لما أوصلها على التوازي الR المكافئة هتساوي الR على الN، يعني R2 هتساوي R على الN. هعمل نسبة بينهم، هقسم R1 على R2 هتساوي RN على R على N. الN هنا هتطلع فوق والR هتروح مع الR، يبقى هتساوي N تربيع. هاخد الجذر، هتبقى الN بتساوي جذر R1 على R2، يبقى الإجابة هتكون رقم ج. رقم 21 فيها الشكل المقابل للفرق بين قيمتي المقاومة المكافئة للدائرة في حالتي فتح وغلق المفتاح ك. في حالة الفتح الجزء ده كله مش هيبقى موجود معايا، يعني الدايرة اللي هشتغل عليها هو الجزء ده بس. الستة والستة هيكونوا توالي، يعني المقاومة بتاعتهم هتكون 12 أوم، وال12 توازي مع الستة، يعني الآر المكافئة هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني هتساوي 12 في الستة على 12 زائد 6 هتساوي 4 أوم. ده في حالة ايه؟ في حالة فتح المفتاح. أما في حالة الغلق هيكون المفتاح مقفول، يعني الدايرة كلها هتكون معايا الستة والستة توالي هتكون 12، وجبنا دي 12 والتلاتة هيكونوا ايه؟ توازي مع بعض. هحل المقاومة دي مع المقاومة دي، الاتنين متماثلين، يعني الار المكافئة بتاعتهم هتساوي ار على الان، يعني هتساوي 12 على الاتنين هتساوي 6 اوم. انا جبت الجزء اللي فوق ده كله ب6، والستة اللي انا جبتها هتكون توازي مع الستة دي،
يعني الار المكافأة هتساوي الاتنين برضو متماثلين، يعني الار هتساوي 6 على 2 هتساوي 3 اوم، وهو عاوز الفرق بينهم، يعني 4 ناقص 3 هتساوي 1 اوم، يبقى الإجابة هتكون رقم ألف. رقم 22 فيها الدائرة المقابلة أي المقاومات التالية يمر بها تيار كهربي. بص كده معايا على الدايرة، التيار هيمشي من البطارية هيعدي بآر واحد، عندي نقطة مجمعة بس هنا التيار مش هيتجزأ، التيار هيكمل في السلك الفاضي لحد ما يرجع للمصدر تاني. ده ليه؟ لأن السلك توازي مع الآر 2 والآر 3، فلغالي الآر 2 والآر 3، فالمقاومة اللي هيمر بها تيار كهربي هي آر واحد فقط، يبقى الإجابة هتكون رقم ألف. رقم 23 ما المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B في كل من الحالات التالية. رقم واحد، التيار دخل من ال A خرج من ال B، عندي هنا نقطة مجمعة ونقطة مجمعة ونقطة مجمعة ونقطة مجمعة، النقطة دي هسميها واحد، ده سلك فاضي يبقى دي واحد، عندي النقطة دي هسميها اتنين وده سلك فاضي يبقى دي اتنين، يبقى أنا عندي كام نقطة؟ عندي نقطتين، ادي النقطة واحد وادي النقطة اتنين، عندي المقاومة 14 و6 بين النقطة ايه واحد واتنين، يبقى دي 14 والستة، وعندي المقاومة 60 بين النقطة واحد واتنين، وعندي المقاومة 30 بين واحد واتنين. ال14 والستة توالي يبقى هتساوي 20 اوم، والتلاتة مع بعض توازي، يبقى الار بتاعتهم هتساوي، الار المكافأة هتساوي 1/20 زائد 1/60 زائد 1/30، كل أس ماينس واحد، هتطلع معايا ب10 اوم، يبقى الإجابة هتكون رقم ب. رقم 2، التيار برضو دخل من ال A وخرج من ال B، عندي ادي نقطة هسميها واحد وده سلك فاضي، يبقى دي نفس النقطة يبقى هسميها واحد، ادي عندي نقطة كمان هسميها اتنين، سلك فاضي يبقى دي اتنين، عندي نقطتين واحد واتنين، عندي المقاومة 8 بين واحد واتنين، واربعة برضو بين واحد واتنين، و8 بين واحد واتنين، يبقى معنى كده ان التلاتة مع بعض توازي، 8 مع التمانية توازي، هجيبهم مع بعض، الار بتاعتهم هتساوي ار على الان، يعني هتساوي 8 على الاتنين هتساوي 4 اوم، يبقى انا كده عندي مقاومة 4 هتبقى توازي مع الأربعة التانية، هنحل الاتنين مع بعض، هنجيب الار المكافأة برضو هتساوي ار على ان، يعني هتساوي 4 على الاتنين هتساوي 2 اوم، يبقى الإجابة هتكون رقم ب. رقم 3، التيار دخل من هنا وخرج من هنا، معنى كده ان دي نقطة بدايتي ودي نقطة النهاية بتاعتي، النقطة دي هسميها واحد، وده سلك فاضي يبقى دي واحد، وده سلك فاضي يبقى دي واحد، دي نقطة النهاية يبقى دي تبقى النقطة اتنين، ودي النقطة 3، وده سلك فاضي يبقى دي 3، يبقى أنا عندي كام نقطة؟ عندي 3 نقط، ادي النقطة واحد وادي النقطة اتنين وادي النقطة 3. المقاومة 18 كانت بين الواحد والتلاتة، يبقى هرسمها بين واحد وتلاتة. الستة كانت بين الواحد والاتنين، بين الواحد والاتنين كان عندي 6 اوم. الواحد ونص بين الاتنين والتلاتة، الاتنين بين الواحد والاتنين، وادي المقاومة اتنين، التسعة بين الواحد والتلاتة، كده انا بسطت الشكل، كده اقدر احل المقاومات، الستة والاتنين توازي، يبقى الار المكافأة بتاعتهم هتساوي بتاعت
الاتنين والستة، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 6 على 2 زائد 6. هتحسبها هتطلع معاك 1.5 أوم. يبقى دي كلها 1.5 توالي مع 1.5، يبقى الفرع ده كله هيبقى ب3 أوم. كده عندي 3 مقاومات متوصلين على التوازي، يبقى الار الكلية هتساوي، الار المكافأة هتساوي 1/3 زائد 1/18 زائد 1/9 كل أس ماينس 1. تحسبها هتطلع معاك 2 أوم. يبقى الإجابة هتكون رقم د. رقم 4، التيار دخل من هنا وخرج من هنا. أنا عندي هنا النقطة هسميها 1، هتمشي كده. أنا عندي نقطة كمان هي هسميها 2. قلنا دي نقطة النهاية. نقطة النهاية تبقى آخر نقطة في الدايرة. عندي نقطة هنا هسميها 3، وده سلك فاضي، يبقى دي النقطة 3، وده سلك فاضي، يبقى دي النقطة 3. يبقى أنا عندي 3 نقط، ادي النقطة الأولى، وادي النقطة التانية، وادي النقطة التالتة. بص كده معايا، 21 بين 1 و3 تبقى 21. 21 دي برضو بين 1 و3، يبقى أنا عندي كمان مقاومة بين 1 و3، 21. يبقى أنا خدت دول. 18 بين 1 و2، 18. 9 دي بين 2 و3 كده 9، و9 دي برضو بين 2 و3، و9 دي بين 2 و3. ال3 دول مع بعض متوصلين توازي ومتماثلين، يبقى الار بتاعتهم هتساوي ار على الان، يعني 9/3 هتساوي 3 اوم. يبقى الجزء ده كله 3 اوم توالي مع 18، يبقى مقاومة الفرع ده كله هتبقى 21 اوم. يبقى كده أنا عندي 3 مقاومات متوصلين مع بعض على التوازي. الفرع ده ب21 اوم، والفرع ده ب21 اوم، والفرع ده ب21 اوم. يبقى الار المكافأة هتساوي 21/3 هتساوي 7 اوم. يبقى الإجابة هتكون رقم ب. رقم 5، التيار دخل من ال A وخرج من ال B. معنى كده ان دي نقطة بدايتي ودي نقطة النهاية بتاعتي. النقطة دي هسميها 1، وده سلك فاضي، يبقى دي 1. كمل كده. النقطة دي هسميها 2، وده سلك فاضي، يبقى دي 2. يبقى عندي 36 من 1 ل2، وال24 من 1 ل2، و24 من 1 ل2، و18 من 1 ل2، كلهم من 1 ل2. من غير ما ارسمها هيبقى ال4 مقاومات متوصلين على التوازي. ال24 وال24 الاتنين متماثلين. هجيب المقاومة المكافئة ليها، الار بتاعتهم هتساوي 24/2 هتساوي 12 اوم. كده انا عندي 3 مقاومات متوصلين على التوازي، ال12 وال36 وال18. يبقى الار المكافأة هتساوي 1/36 زائد 1/18 زائد 1/12 كل أس ماينس 1. هتحسبها هتطلع معاك ب6 اوم. يبقى الإجابة هتكون رقم ج. رقم 6، التيار دخل من هنا وخرج من هنا. معنى كده ان دي نقطة البداية بتاعتي ودي نقطة النهاية. النقطة دي هسميها 1، ده سلك فاضي، يبقى دي 1. النقطة دي هسميها 2، وهنا هسميها 3. ده سلك فاضي، يبقى دي 3. يبقى أنا هنا عندي 3 نقط. تعال نرسمها. دي 1 ودي 2 ودي 3. تعال ناخدهم واحدة واحدة. 12 اوم دي بين 1 و2،
الأربعة من الواحد واتنين، يبقى دي أربعة، دي أخدناها. التلاتة من اتنين لتلاتة، يبقى دي تلاتة. الستة من واحد لتلاتة، الاتناشر من واحد لتلاتة، والاتناشر دي من واحد لتلاتة. كده أنا أخدت كل المقاومات. تعالوا بقى نحلها مع بعض. الأربعة والاتناشر دول متوصلين مع بعض توازي، هجيب الار بتاعتهم هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني أربعة في اتناشر على أربعة زائد اتناشر، وتطلع معايا تلاتة أوم. يبقى الجزء ده كله بتلاتة أوم متوصل توالي مع التلاتة أوم، يبقى الفرع ده كله بستة أوم. يبقى أنا كده معايا أربع مقاومات متوصلين مع بعض على التوازي. معايا ستة وستة متماثلين، والاتناشر والاتناشر متماثلين. تعالى أجيب كل مقاومتين مع بعض واختصرهم لمقاومتين متوصلين على التوازي. يبقى مقاومة الار بتاعة الستة وستة هتساوي ستة على الاتنين هتساوي تلاتة أوم. يبقى أنا عندي هنا مقاومة تلاتة. الار بتاعة الاتناشر واتناشر هتساوي اتناشر على الاتنين هتساوي ستة أوم. يبقى أنا كده معايا برضه مقاومة ايه؟ ستة أوم. هحلهم مع بعض توازي، يبقى الار المكافئة هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني تلاتة في ستة على تلاتة زائد ستة، تطلع معايا باتنين أوم. يبقى الإجابة هتكون رقم ليه. رقم سبعة، التيار مشي من ال A لحد ال B. يبقى أنا عندي نقطة هنا هسميها واحد، ده سلك فاضي يبقى دي واحد. عندي نقطة هنا هسميها اتنين، وده سلك فاضي يبقى دي اتنين، وده سلك فاضي يبقى دي اتنين، ودي اتنين سلك فاضي يبقى دي اتنين. يبقى أنا عندي هما نقطتين بس، واحد واتنين. تعالى نرسمها. ادي النقطة واحد وادي النقطة اتنين، دي واحد واتنين. الستة دي بين الواحد واتنين، يبقى هتبقى بين واحد واتنين ستة. والستة دي بين الواحد واتنين، يبقى هتبقى بين الواحد واتنين ستة كمان. والستة دي بين الواحد والاتنين، والستة دي بين الواحد والاتنين، والستة دي بين الواحد والاتنين، والستة دي نفس الكلام من واحد لاتنين. يبقى أنا كده عندي ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، ست مقاومات متوصلين على التوازي والمقاومة بتاعتهم متماثلة. يبقى الار المكافأة ليهم هتساوي ار على الان، يعني هتساوي ستة على الستة هتساوي واحد أوم. يبقى الإجابة هتكون رقم ألف. رقم تمانية، التيار ماشي من ال A لحد ال B. تعالى نرسمها بشكل أبسط شوية. ادي النقطة A وادي المقاومة 30. هنا عندي نقطة هسميها واحد، ده سلك فاضي يبقى دي واحد، وده سلك فاضي يبقى دي واحد. السلكين لغولي المقاومة 20. تمام كده تمام. عندي نقطة كمان هي هسميها اتنين، يبقى 100 من واحد لاتنين. أنا هنا عندي نقطة واحد ونقطة اتنين، يبقى أنا عندي من الواحد لاتنين 100، ومن واحد لاتنين 25، يبقى دي 25. خرج منهم مقاومة 60.
يبقى دي 60 ووصل للبي. أظن كده حلها بقى سهل جدا. 25 و100 توازي، يبقى الار بتاعتهم هتساوي ضربهم على جمعهم، يعني 25% على 100 زائد 25، هتحسبها تطلع معاك ب20 اوم. يبقى أنا جبت الجزء ده كله ب20. يبقى أنا كده معايا 30 و20 و60 توازي، يبقى الار بتاعتهم هتساوي 20 زائد 60 زائد 30، تطلع معايا ب110 اوم. يبقى الإجابة هتكون رقم د. رقم 9. بص كده، التيار بيمشي من ال A لحد ال B. عندي هنا نقطة هسميها 1، وده سلك فاضي يبقى دي 1، سلك فاضي يبقى دي 1. معنى كده ان التيار مشي في السلك الفاضي وممرش في اي مقاومة، يبقى السلك الفاضي لغى الثلاث مقاومات، يبقى المقاومة المكافئة هتكون 0. يبقى الإجابة هتكون رقم ألف. رقم 10. التيار ماشي من النقطة A للنقطة B. عندي هنا نقطة هسميها 1، هنا نقطة كمان هسميها 2، وده سلك فاضي يبقى دي 2، وده سلك فاضي يبقى ده 2. عندي نقطة كمان اهي يبقى دي 3. تعالى نرسمها بشكل أبسط. ادي النقطة 1 والنقطة 2 والنقطة 3. من 1 ل2 12 اوم، دي 12. من 1 ل2 6. من 1 ل3 14. من 2 ل3 15. أنا أخدت دي. ومن 2 ل3 30. ودي اتلغت، السلكين دول لغوها، يعني التيار مشي من هنا، مشي كده كده، مر بالمقاومات دي، وكمل في السلك الفاضي، كمل كده، يبقى لغالي المقاومة 7. عندي 12 والستة توازي، يبقى الار بتاعة 12 والستة هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني هتساوي 12 في 6 على 12 زائد 6، هتساوي 4 اوم. وال30 وال15 مع بعض توازي، الار بتاعتهم هتساوي 30 في 15 على 30 زائد 15، هتساوي 10 اوم. يبقى انا جبت الجزء ده ب10 والجزء ده ب4، والاتنين مع بعض توالي، يبقى الفرع كله ب14 اوم. وال14 دي توازي مع ال14 دي، يبقى الار بتاعتها هتساوي ار على الان، يعني هتساوي 14 على 2، هتساوي 7 اوم. يبقى الإجابة هتكون رقم ب. رقم 11. التيار ماشي من ال A لل B. بص كده، مر بمقاومة 3 اوم، وعندي هنا نقطة سلك فاضي، هسمي النقطة دي 1، وده سلك فاضي يبقى دي 1، وده سلك فاضي يبقى دي 1، وده سلك فاضي يبقى دي 1. معنى كده ان التيار مر بالمقاومة 3 ار، وبعد كده ايه، مشي في السلك الفاضي لحد ما وصل للايه، للنقطة B. يبقى المقاومة بتاعت الدايرة كلها هتبقى 3 ار. يبقى الإجابة هتكون رقم ج. سؤال رقم 12. التيار برضو مشي من ال A لل B. عندي هنا نقطة هسميها 1، وعندي هنا نقطة هسميها 2. عندي هنا سلك فاضي يبقى 2، وهنا سلك فاضي يبقى هنا 2، نفس السلك يبقى دي 2، وهنا برضو سلك فاضي يبقى دي 2. معنى كده ان السلك الفاضي لغالي المقاومة دي والمقاومة دي. عندي هنا نقطة هسميها 3، يبقى أنا عندي 3 نقط. تعالى نرسمها بشكل أبسط. أدي النقطة 1، وأدي النقطة 2، وأدي النقطة 3.
الستة دي من 1 ل2 يبقى من 1 ل2 معايا ايه 6 أم، والستة دي من 1 ل2 يبقى من 1 ل2 معايا 6، والستة دي من 2 ل3 والستة دي من 2 ل3. المقاومة دي ودي توازي، الار بتاعتهم هتساوي ار على الان، يعني هتساوي 6 على ال2 هتساوي 3 أم، يبقى دي 3 ودي كمان 6 و6 يبقى هتكون 3 والاتنين توالي مع بعض، يبقى الار الكلية هتساوي 6 أم، يبقى الإجابة هتكون رقم د.